هشام رشاد ده هو بيطلع على راديو صوت الزمالك، قال نقطتين في غاية الأهمية لينا إحنا كأهلاوية نسمعهم ونعرف دماغ الناس دي رايحة فين وماشية إزاي. الراجل راح طلع قال لك مستضيف واحد في اقتراح، إحنا عاوزين نقترح على نادي سيراميكا كليوباترا إن يدونا التذاكر، ده ماتش مش هيديهم حاجة، يدونا التذاكر زي ما زد ادت التذاكر للنادي الأهلي. زد ادي التذاكر للنادي الأهلي. الراجل ده بيقول لك ان زد ادت التذاكر للنادي الاهلي ازاي. تعال نسمع كده النهارده قال ايه هشام رشاد والناس دي، نسمع واحده واحده. اعلن ان هو بيدي تذاكر بتاعت نادي زد او المسموح بيها لنادي زد لجمهور الاهلي علشان يحضر، ولنادي سيراميكا ما يسمحش لجمهور الزمالك ان هو يبقى موجود في المدرجات، بدل ما تبقى المدرجات فاضيه. يعني بدل ما المدرجات هتبقى فاضيه، النص التاني من الاستاد كامل هيبقى فاضي. والله احنا بنوجه دي والله الاستاذ ابو العينين، يعني تبقى رساله وتبقى روح رياضيه. ناس طالعه على صوت راديو الزمالك بتقول لك ان نادي زد ادت التذاكر لنادي الاهلي قبل كده، ليه سيراميكا ما يعملش كده مع نادي الزمالك؟ لك ان تتخيل من على لسان الكابتن والاستاذ والاعلامي سيف زاهر. تعال نسمع سيف زاهر قال ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين. كل مصر ملهاش حديث غير حاجه واحده بس، مباراه الاهلي وسموحه ومباراه الزمالك وزد. كل الناس قاعده منتظره مستنيه الاهلي هيعمل ايه بكره، يكسب يتصدر، سموحه هيعمل مفاجاه ولا لا، الزمالك امام زد يكسب، استنى سيراميكا ما يكسبش، زد اللي يكسب، الامور تختلف. كلها مفاجآت ولكن تدل على الحالة اللي عليها الدوري الممتاز، حالة الاشتعال اللي عليها الدوري الممتاز. كل السوشيال ميديا النهاردة لجمهور نادي الزمالك، وده توضيح الحقيقة من إدارة زد في هذه المسألة. كل الناس، كل جمهور الزمالك عايز تذاكر لمباراة نادي الزمالك ونادي زد، منهم إدارة نادي الزمالك. يعني ناس في الإدارة بتقول إن دي في كوتا محددة من شركة تذكرتي اللي بنوجه لها الحقيقة كل التحية وكل الاحترام، لأن نجاح منظومة الجمهور دي جزء كبير جدا. الأمن المصري، الشركة الأفريقية، شركة تذكرتي، شركة تذكرتي الحقيقة عاملة نظام أكثر من رائع. في ناس أو في إدارات عندها فكر إن أنا النهاردة ليا كوتا هاخد التذاكر دي، والتذاكر دي أنا مش هبيعها، التذاكر دي حاجتي، عندي جمهور، والله أنا معايا 10 تذاكر، انا عندي 2 3 هيروحوا، السبعه التانيين هحطهم في الدرج. دي النهارده مش اداره نادي زد، حتى لو هي بتلعب الزمالك والاهلي، واتكلمنا في القصه دي قبل كده. اداره زد في المساله دي عندها دايما وجهه نظر، زد اخذ كوتا في المباراه دي في التذاكر، لو نادي الزمالك محتاج تذاكر او اي حاجه من بعد التصريح بتاع استاذ